بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله اعمل لكم النهاردة ايه؟ ده صدر فرخة اهو. نعمل كفتة بتاعة الفراخ. ده صدر فرخة كبير، ودي حتة دهن. كنت جايبة لحمة وشلت الدهنة دي منها، ودي بصلاية صغننة اهي، واحدة كمان عشان ما تكتروش البصل وتقولوا ايه البصلة يعني بيبقى فيها مية ونقعد نصفيها، ما تكتروش. دي معلقة ملح صغيرة، ودي شوية توابل من دي، من النوع ده، نص معلقة صغيرة، ومعلقة كزبرة، ومعلقة فلفل اسمر، وفص توم واحد، وقرنين فلفل احمر. بدل ما احط بابريكا احط ايه فلفل. طبعا وانا في اول الفيديو وريت لكم ايه ديت كوبايه برغل صغيره، نقعتها في ميه وهصفيها بالمصفى، وهمسك المكونات دي كلها وهعملها ايه، اضربها في الكب. ماشي، هقطع الفراخ وارجع لكم تاني يا حبايبي. قطعت اهو، قطعت الفراخ وقطعت الحاجات دي وصفيت البرغل اهو، حطاه في المصفى عشان يصفي الميه كلها، مصفيه خالص. هنحط الحاجات دي كلها بقى ايه في الكب. هنضرب البرغل وحته الدهن حطها في الكب اهي، والحوايق والحوايج بتاعتها دي. وبعدين نحط ايه صدر الفراخ ده حوالي نص كيلو. حطيت الحاجه كلها في الكب اهي، وهبقى احط ايه معلقه صغيره بيكنج باودر لما احط الفراخ. بعملها اهو، بس حاسه ان هي ايه طريه شويه معلقه دقيق واحده اهي والله. نضربها كمان كده ضربه. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت يا حبايبي ان شاء الله. حلوه هي. هحطها في التلاجة شويه وبعدين اعملها معاكم برضو ايه، صبعها معاكم. تعملوها زي الهمبرجر، تعملوها صوابع، تعملوها بقى ايه زي ما انتوا عايزين. بس ما شاء الله فرطت كتير وحلوه. وبدل ما احط بابريكا حطيت ايه فلفل الاحمر، عشان البابريكا ما تغمقهاش. وبالهنا والشفا، واصبعها واوريها لكم ان شاء الله. ونص معلقه بيكنج باودر ما تنسوش. وحطيت برضو حبه شطه حمر صغيرين للي بيحب الحراق يعني. يا حبايبي صبعت الكفته اهو، عملت شويه كده زي الهمبرجر وشويه صوابع. حاطه نتعه زيت صغيره خالص يا دوبك كده ايه تمسح الطاسه. حطها بقى. ما تقلبهاش الا لما تحمر من الناحيه التانية. نعمل بقى ايه شويه سلطه طحينه بالزبادي. دي طحينه اهي، ديت نص معلقه كمون صغيره، وشويه كزبره نص معلقه برضو، ونص معلقه ملح، وشويه شطه صغيرين اللي بيحبوا الشطه نحطهم مع الطحينه كده. نحط شويه خل بس كده.
نقلبها حلو، تقلبي فيها قوي يعني، وبعدين نحط ايه الزبادي. تقعدي تقلبي فيها لغايه ايه ما تفك خالص كده، بتبقى ماسكه في بعضيها والاخر بتفك تاني. نحط عليها بقى ايه كوبايه الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت الطحينه ان شاء الله. عايزه بقى تعملي تحطي مايونيز جنبيها، تحطي كاتشب اللي يعجبك. وانت جايه تصبعيها عوسي ايدك ايه دول حبه زيت اهو، هتعوسي ايدك بس زيت عشان ايه ايدك ما تمسكش فيه. ودي برضك ايه نعمل رغيفين حواوشي كده منها، نجربها نشوف هيبقى طعمها ايه. جميله اهي. اللي بيحبوا الهمبرجر بدل ما تجيبوا الهمبرجر مش عارفين مصدره ايه ولا بيفرموا ايه، اعملي لاولادك كده، اعملي وحطي لهم في الكايت. ما شاء الله جميله وريحتها تحفه وسهله، بس ايه توضفي عليها. نطلع بقى عشان ايه نشوفها. حاجه سهله وبسيطه، بس تبقي مطفيه النار عليها خالص، مطفيه النار اهو خالص. يعني في الاول تسخني الطاسه وبعدين تحطيها. وعلى فكره اللي مش عايزه تعملها ببرغل بكوبايه فيجيتار صغيره او بقسماط، لا ده لا ده يعني. طلعتها اهي بسم الله ما شاء الله، جميله جميله. بصوا قلبها طريه وجميله، طعمها تحفه تحفه. جربوها تعجبكم. وانا هعمل ايه حواوشي بقى، بس هخرط قرنين شطه حرقين كده عليها. وادي سلطه طحينه، هتعملي جنبها مكرونه سباكيتي، هتاكلوها بعيش، هتقلي بطاطس، هتحطي جرجير، هتحطي شويه مخلل، هتحبشي بقى انت الاكله كده ايه براحتك. عملت سندوتش حواوشي اهو رغيف، نجربه كده ونشوف هتبقى حلوه فيه ولا لا. في نفس الطاسه اهي، عيش بلدي طبعا، مولعه على برضو الطاسه، لما تسخن ايه تحطيه، ونقعد نقلب فيه على الوش ده والوش ده ونشوفها كده هتبقى حلوه ولا لا. احنا 2 بس اللي هناكل، فعشان كده ايه عامله حاجه بسيطه، لكن هي ما شاء الله الكميه ممكن تكفي 4 افراد في 6 لو عملت شويه مكرونه جنبيها ولا بطاطس وعيش وسلطه. اهو يا حبايبي تقعدي تقلبيه على الوش ده والوش ده وتعمليه بالسكينه كده، علشان العيش ده كان مستوي، عشان اللحمه تستوي اللي فيه. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده ايه هنطلع احط البوتاجاز. نصفي بس كده ايه اي دهون فيه. بسم الله ما شاء الله جميله اهو، من غير ما تعملي عجينه ولا تعملي حاجه، وبيدي نفس الايه النتيجه في الاخر. بس اهم حاجه تحطي بقى شطه بقى. بصراحه انا رجعت عشان اقول لكم
حواوشي الفراخ تحفة تحفة، طعمه خطير. اللي ممنوع عنه اللحمة وعنده نقرس ياكل حواوشي الفراخ، واللي مالوش في اللحمة ياكل حواوشي الفراخ. جميلة، احلى من الكفتة كمان بصراحة يعني. انصحكم تعملوها، جميلة وهتعجبكم. وكتروا الشطة فيها كده، وكمان كتري بصل فيها. اهو يا حبايبي اهو. اللي عايز محمص قوي يعمل بالعيش الشامي. الهنا والشفا.